إذن الأنواع الوقوف في القرآن العظيم إما أن يكون الوقف اختياريا أو يكون اضطراريا أو يكون اختباريا. أما الوقف الاختياري وهو الوقف الذي يقف فيه قارئ القرآن حرا مختارا فهو نوعان: وقف جائز ووقف غير جائز. أما الوقف الجائز فقد يكون وقفا تاما وقد يكون وقفا كافيا وقد يكون وقفا حسنا، إما التام وإما الكافي وإما الحسن. وهذا كله مراجعة لدرسنا في الحلقة الماضية. ثم قلنا بأن النوع الأول من الوقف الجائز هو الوقف التام. فالقاسم المشترك أيها الإخوة الكرام بين أنواع الوقوف في القرآن العظيم إما أن يكون الوقف التام والكافي والحسن أن الوقف عليها يعطي معنى تاما. ما معنى تاما؟ يعني معنى يفهم السامع الذي يسمع التلاوة لو سمع هذا الوقف التام أو الكافي أو الحسن يفهم معنى متكاملا. ما معنى متكاملا؟ يعني أتى فيه ركنا الجملة. لغة العرب أيها الإخوة تتألف من جمل، والجمل في اللغة العربية نوعان: إما أن تكون جملة فعلية ركناها الفعل والفاعل، وإما أن تكون جملة اسمية ركناها المبتدأ والخبر. وما عدا الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر من الأشياء الأخرى في الجملة كالجار والمجرور والظرف والحال والتمييز والعدد والعطف والتوكيد، كل هذه الأشياء الأخرى في الجمل هي فضلة وتكملة. أما الركنان الأساسان في الجملة الفعلية الفعل والفاعل، الركنان الأساسان في الجملة الاسمية المبتدأ والخبر. فلما يقول رحمه الله وهي أي الوقف التام والكافي والحسن لما تم، بمعنى القاسم المشترك بين هذه الثلاثة مجيء الفعل والفاعل أو مجيء المبتدأ والخبر، فتعطي معنى تاما، وإن كان هناك بقي أشياء في الإعراب لم تكتمل في الجملة. هذا سنراه تباعا بإذن الله تعالى الآن عندما نتكلم على أنواع الوقف الجائز في القرآن الكريم، وهو الوقف التام والوقف الكافي والوقف الحسن. نصطلح قبل أن نبدأ نصطلح، نقول إن كان كلمة قرآنية تتعلق بما بعدها من حيث الإعراب هذا نسميه تعلق لفظي. التعلق من حيث الإعراب نسميه تعلق لفظي، يعني جاء فعل ولم يأتي الفاعل، إذا وقفنا على الفعل هذا بينه وبين الفاعل الذي لم يأتي بعده تعلق لفظي. وقفنا على حرف جر ولم يأتي الاسم المجرور، بين حرف الجر الذي وقفنا عليه وما بعده تعلق لفظي. كلما سمعتموني أقول تعلق لفظي أو إمامنا الجزري يقول لفظا معناها تعلق من حيث الإعراب. ماشي، توكلنا على الله. التعلق الثاني التعلق المعنوي، معناها ليس بين هذه الكلمة وبين ما بعدها تعلق من حيث الإعراب، لكن المعنى ما زال مرتبطا بعضه ببعض، لأن القصة أو الموضوع يتكلم عن نفس الموضوع، عن الموضوع نفسه، لم نخرج من الموضوع هذا إلى موضوع آخر. فإن وقف القارئ على كلمة قرآنية ليس بينها وبين ما بعدها لا تعلق من حيث الإعراب، يعني تعلق لفظي، ولا تعلق معنوي، يعني الموضوع انتهى عندما وقفت على الكلمة الأولى، وما سيأتي موضوع جديد. هذا الوقف أعلى الوقوف في القرآن الكريم، سماه إمامنا ابن الجزري رحمه الله الوقف التام. الوقف التام ما الثمرة من كل هذا الكلام؟ يوقف عليه أي الوقف التام ويبتدأ بما بعده، يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. يعني مثلا عندنا في مطلع سورة البقرة قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فتكلم عن المتقين ووصفهم بأوصاف: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين، ثم قال أولئك أي المتقون على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون،
المفلحون، ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم. طيب، المفلحون، كلمة المفلحون هذه التي تتعلق بأوصاف المتقين الذين تقدم ذكرهم، ما علاقة المفلحون مع إن الذين كفروا؟ هل بينها وبين ما بعدها تعلق من حيث الإعراب؟ لا أبدا. إن الذين كفروا جملة جديدة مستأنفة، إن واسمها وخبرها. طيب، هل بين الكلمة المفلحون وإن الذين كفروا تعلق من حيث المعنى؟ هل ما زال الكلام عن المجموعة نفسها، عن الموضوع نفسه؟ أبدا، انتهى الكلام عن المتقين وانتقل إلى كلام على الكفار، نسأل الله العافية. فهذا المثال هو من الوقف التام، لما أقول وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا إلى آخر الآيات، لما وقفت على المفلحون هذا وقف تام، هذا أعلى الوقوف. أعود فأقول يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. بناء على هذا الكلام الذي قلته أيها الإخوة، عندنا أقل ما يكون، أقول أقل ما يكون في القرآن العظيم 114 وقفا تاما. ليه؟ آخر كل سورة وقف تام، يعني آخر الفاتحة وقف تام، آخر البقرة وقف تام، آخر آل عمران، لأنه ليس ثمة موضوع في القرآن العظيم تكملته في السورة الآتية، فليس آخر السورة متعلق بأول السورة الآتية من حيث الإعراب أو المعنى. لذلك أعود فأقول أقل ما يكون عندنا في القرآن 114 وقفا. طبعا عندنا أكثر ضمن السورة، أوقاف كثيرة، كلما انتهى موضوع وبدأ موضوع وقف تام. يعني هذه المؤشر، وأنت تقرأ يا أخي، كلما شفت موضوع انتهى وبدأ موضوع، ما حكم الوقف على هذه الكلمة الأخيرة من الموضوع الأول؟ وقف تام. واضح؟ نعم. هذا الذي قلته عن الوقف التام نراه على اللوحة التعليمية الأولى في حلقة اليوم، وهي التي نرى فيها قول إمامنا الجزري رحمه الله عن الأوقاف الجائزة، وهي الضمير في وهي راجع لمن؟ للأوقاف الثلاثة، لما تم، أي لما تم معناه. نعم، فإن لم يوجد تعلق، لم يوجد تعلق يعني لا لفظي ولا معنوي، ثم بين معترضتين أو كان معنى، هذا سنأتي إليه بعد قليل. فابتدي، ما معنى فابتدي أيها الإخوة؟ يعني فقف وابتدئ، معنى فابتدي فقف وابتدي. فالتام سمه، فالتام سمه، يعني سمه بالوقف التام. ونرى تحت مكتوب وهي لما تم، أي إن القاسم المشترك بين الأنواع الثلاثة للوقف الاختياري الجائز هو أن كلا منها يعطي معنى تاما. هذا هو، أي إن القاسم المشترك بين الأنواع الثلاثة للوقف الاختياري الجائز هو أن كلا منها يعطي معنى تاما. نرى على اللوحة الوقف التام هو الوقف على كلمة قرآنية ليس بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي يعني إعرابي ولا معنوي. ما الحكم؟ يوقف عليه ويبتدأ بما بعده، نحو أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم إلى آخر الآيات. لاحظوا المفلحون هي رأس الآية، لوناها بالأحمر للإبراز لنبين بأن هذه الكلمة الوقف عليها حكمه التمام، فهذا الوقف هو الوقف التام. إذن هذا هو أعلى الوقوف في القرآن الكريم.